انتوا جاهزين؟ احنا هنعمل بطولة كابتن عبده الصيني الدولية. انا وانا صغير لعبت كونغ فو. كنت انا واخويا وواحد صاحبنا، قال لك في كابتن اسمه كابتن عبده الصيني، شكله صيني قصير كده ولابس لبس صينيين، فهو صيني يعني فاهم، بس بيتكلم عربي. فتمام احنا مع كابتن عبده الصيني. احنا كنا بنتمرن في تراك الخيل بتاع نادي الشمس، ما اعرفش ليه لغايه دلوقتي، ما اعرفش ليه. تراك خيل، وكان البريك بتاعنا لما الخيل بيعدي. عمال بيدرب فينا 4 شهور. بعد كده قال لك خلاص انتوا جاهزين؟ احنا هنعمل بطوله كابتن عبده الصيني الدوليه. ايه ده؟ معلش جاهزين لايه بعد الاربع؟ جاهزين للبطولة. تركبوا خيل ولا جاهزين؟ جاهزين البطوله. فقلنا هيدخلنا بطوله. طيب ايه بقى البطوله دي؟ جاب لنا فريق من حزبة النخل. انا بكرر احنا كنا في مساكن شيراتون. فاحنا فريق مساكن شيراتون ضد فريق حزبة النخل. اوكي. فطبعا في حضرتك اطار بطوله في اطار بطولة كابتن عبده الدولي. كابتن عبده الصيني الدولي. اول لما رحنا لقينا في كاميرات، هو جايب كاميرا وقال لك صورني يا مارك، انت خليك انت مسؤول على التصوير. فانا بصوره وبتاع، فهو بيقول كلام بالصيني، يعني المقدمه قالها بالصيني ده بجد؟ بجد. فمش عارف في خيل عدى ولا مش عارف ايه، فالمهم ايه عادنا. فهو لما عاد راح قال جمله تانية مختلفه خالص بالصيني خالص. يلا هو ما كده ما حدش فاهم حاجه. ده هو بالظبط بقى اللي قاله بقى. بقول له يا كابتن هو انت ما بتعرفش الصيني؟ قال لا طبعا ما اعرفش الصيني. فاحنا اكتشفنا في اللحظه دي ان كابتن عبده الصيني مش صيني، وفريق عزبة النخل داخل علينا، اقصر واحد فيهم قد السقف ده. وانا اخويا يعني حجما اكبر مني وبتاع، فقال لك هو اللي هيبدا. دخل اتروق ترويق، كل علقه يعني مش طبيعي. انا فضلت ورا الكاميرا البطوله، قال لي ما تطلعش.